قصص ألف ليلة وليلة، وفرح تكلفته تخطت ميزانيات دول، والحضور مش ناس عاديين ولا مجرد معازيم من العيلتين زي أي فرح بنشوفه. ده كان فيه أغنى وأشهر شخصيات من كل حتة في العالم. يا ترى إيه حكاية الفرح ده؟ ومين هو العريس اللي يقدر يجمع كل الناس دول في يوم فرحه؟ الملياردير موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، قرر إنه يجوز ابنه أنانات، فعمل له ليلة حرفيا شبه حكايات قصص ألف ليلة وليلة، وجاب له في الفرح اللي استمر 3 أيام كل نجوم ومشاهير وأغنياء العالم عشان يشاركوا فرحته. الملياردير أمباني مدير مجموعة ريلاينس للصناعات المحدودة دعا أشهر رجال الأعمال من كل دول العالم، ده غير رؤساء الدول وشركات الترفيه. وكان حفل الزفاف في مدينة جامانجار غرب الهند، وكانت مدة الحفل مش يوم ولا 2، ده كان على مدار 3 أيام كاملين. 1200 شخصية عامة حضرت الحفل، كان منهم بيل جيتس ومارك زوكربيرج والرئيس